طيب ده الهب تمام كده. تعال نشوف كده بيبعت الرسالة ازاي. المفروض ان جهاز رقم 5 هيبعت لجهاز رقم ايه 6. تمام. مع المفروض حضرتك. ان جهاز 5 هيبعت لجهاز 6 بس. تمام كده. طيب تعال نشوف كده اللي هيتم، وده على فكرة اللي بيحصل في الواقع. المفروض ان هو يبعته لجهاز 6، بعته لكل الأجهزة. حتى بص هنا جهاز 4 وجهاز 6 7 قال لك غلط، ان احنا ممنوع اصلا الرسالة دي مش لينا احنا. 6 الوحيد اللي عمل لك صح واستلم فعلا الرسالة. فده الهب. تمام. طيب الباست بولوجي بيبقى ده شكلها بالظبط عبارة عن بي سي واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة بيتوصلوا على كيبل واحد بس، وبيبقى في نهاية الكيبل ترمينيتور، وهنا ترمينيتور برضو. هنعرف وظيفة الأول دلوقتي الترمينيتور إيه بالظبط، بس هي بيبقى نفس الطريقة دي كده. كيبل واحد متوصل عليه، طالع من الكيبل ديت دروب كيبلز. تمام. بالمناسبة إن ده اسمه سنترال كيبل. تمام. سنترال كيبل طالع منه دروب كيبل متوصل بالاجهزه نفسها. وفي السنترال كيبل ديت قلنا ان هو فيه ترمينيتور. طيب مهمته انه بيمنع حدوث اي داتا ريفليكشن او اي داتا كوليجن. تمام. يعني ايه داتا كوليجن او داتا ريفليكشن؟ لما جهاز مثلا رقم واحد يحب يبعت لجهاز رقم ثلاثة رسالة، لو الجهاز رقم ثلاثة قافل مش متصل أصلا أو مقفول، الداتا نفسها هتفضل ماشية في الإيه؟ في السنترال كيبل طبعا. هتفضل رايحة جاية. لما يحب جهاز مثلا رقم اتنين أو أي جهاز تاني في الشبكة يبعت لأي جهاز آخر الرسالة، فبالتالي الداتا نفسها تتصادم مع بعض، فيحصل فيها إيه؟ هيحصل داتا ريفليكشن. فهنا دور الإيه الترمينيتور إن هو يمنع الداتا ريفليكشن. احنا لو كنا عايزين نرن سكريبت معين كنا احنا بنقول له داش داش سكريبت، داش داش سكريبت، وبنديله اسم السكريبت، صح؟ الموضوع هنا بقى هيكون مختلف. احنا نقول له داش داش سكريبت، ولكن احنا هنرن اي كاتيجوريز من دول. يعني في كاتيجوريز اسمها ديسكفري، في كاتيجوريز اسمها فون، في كاتيجوريز اسمها اكسبلويت، في كاتيجوريز اسمها بروت اوثنتيكيشن وفولنرز. جميل. طيب احنا هنستخدم الاكسبلويت دي بس بدل ما هنديله اسم السكريبت، لا احنا هنرن الكاتيجوريز. طيب هو كده هيعمل ايه؟ لو انا هشتغل على سبيل المثال هقول له سودو ماب داش اس سمول اس كابيتال داش في داش اس في داش في 21، وبعد كده اقول له داش داش سكريبت اكسبلويت. كده هو هيرن ايه؟ هو كده هيرن كل السكريبتات اللي تخص الاكسبلويت اللي هي الاستغلال، تمام، على بورت ايه؟ على بورت 21 فقط. واديله الاي بي بتاع الفيكتيم اكيد. وانس ان انا عملت كده فهو كده هيبدا يرن كل السكريبتات اللي تخص كل السكريبتات بتاعت الاستغلال اللي على بورت 21. تمام. فاحنا نقول له كده انتر. تاني يا باشا، هو قال لي انا رنيت فعلا بورت 21 اف تي بي، طلع لي حاجه اسمها رن السكريبت اللي هو الاستغلال بالنسبه له اف تي بي في اس اف تي بي دي باك دور فولنربل. تمام. وده مصاب فعلا بحاجه اسمها باك دور. فين الباك دور؟ ده مصاب بباك دور. ولو انت عملت اكسبلويت ريزلتس هيطلع لك شيل بالاي دي بتاعك اللي هو انت واخد صلاحيات روت. نفس الكلام بقى. نكبر الشاشه كده شويه. نفس الكلام انا ممكن ارن، بدل ما اقول له اكسبلويت هقول له مثلا فون الثغرات. الجهاز ده تقريبا واقع. لا شغال. تمام اهو. بص قال لي انا فعلا رنيت الاكسبلويت اللي هو قصدي رنيت السكريبت اللي هو فون. تمام. وقال لي انا لقيت الفي اس في اس اف تي بي دي 2.3.4. تمام. وده الاي دي وده السي في. طب ايه الارقام دي بقى؟ دي سكور. السكور دي درجة الخطورة بتاعت الثغرة. يعني هي واخدة السي في اي ده، واخدة درجة السكور بتاعتها الخطورة 10 من 10. فبالتالي هنا بقى 9 8 من 10. تمام. طيب انا لو عايز اجيب السكريبت على طول، انا يعني يفضل ان انت تدور في المواقع اللي ليها علاقة بالاكسبلويت داتابيز. تمام. اللي هو بتاع موقع اوفنسيف سكيورتي. تمام. لو انا خدت اللينك ده كده وقلت له كوبي لينك، تمام، ورحت حطيته هنا.
انت مش كنت بتعمل فيريفاي؟ تمام. ولو قريت هنا شويه هتعرف ان الفي اس اف تي بي دي 2.3.4 باك دور كوماند اكسكيوشن اكسبلويت، يعني انت تقدر ترن، وده الريسك بتاعه، تقدر تدخل جوه وتعرف بقى ده بيتعمل له استغلال ازاي، او ان انت ممكن تدور على جيت هاب. تمام. وده السكريبت اللي ممكن ترن بيه الاف تي بي. تمام. وده الكود الاستغلال بتاعه تقريبا معمول بالبايثون. اه بايثون. تمام. بس كده. هي فكرة ان انت تستخدم الكاتيجوريز افضل من انك ترن سكريبت بعينه. الكلام ده نعرفه بالتفصيل برضو، يعني هوريك مثال عملي على حتة الكاتيجوريز دي بس قدام. بس انا لازم افهمك الكاتيجوريز دي بتعمل ايه بالظبط. زمان لما كنا نيجي نعمل تسجيل دخول، إيه اللي بيحصل؟ بتسجل دخولك وبترجع معاها ايه؟ سيشن اي دي، اللي هي الكوكي يا جماعه. اتفقنا؟ تمام. طب دلوقتي يا باشمهندس، ايه دي بقى؟ الثغره دي مهمه جدا جدا. ليه؟ لان دي بتكون بديله من السيشن كوكي، او من السيشن اي دي قصدي. دي بتكون بديله ليها، واقوى بصراحه. وصل لكم الفكره؟ بس دي بقى ممكن يحصل فيها ثغرات كتير. زي ايه يا باشمهندس؟ وايه هي دي؟ وايه اشكالها؟ وايه فايدتها؟ هقول لكم. تخيلوا معايا دلوقتي، انت خلاص سجلت، بيترد عليك. يترد عليك التوكن بتبقى معموله ازاي؟ التوكن يا جماعه بتاعت الجي دبليو تي بتبقى متكونه من 3 اجزاء: نقطه هنا، وجزء هنا، ونقطه هنا، وجزء هنا. اي توكن متكونه من في نقطتين ومتكونه من ثلاث اجزاء، اعرفوا ان دي جي دبليو تي على طول. وحاجه ليكوا كده، اول واحده بتبقى بادئه باي واي. كل ده مكتوب، بس انا حابب اشرح لكم بشكل عام، بعد كده هخش في التفاصيل هنا. تمام. يبقى الجي دبليو تي بتبقى بادئه ايه يا جماعه؟ بالاي واي. تمام. بالمناسبه الثغره دي في الاوابت اكس اصلا، مش في الاوابت، في الاوابت اكس. ايه هي اشهر الادوات؟ اداه حرفيا مهمه جدا 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 جدا. الاداه دي، الاداه دي انت كل اللي عليك ان انت بتحط التوكن بتاعتك مبدئيا. ده منظر التوكن بتاعتك. شايف التوكن بتاعتك؟ بس طبعا مش بتبقى ملونه كده، بتبقى كلها ساده، بس هي عشان خاطر الموقع مخصصها لك. اول جزء وهي النقطه دي كده معناها اول جزء يا جماعه يعتبر ايه؟ الهيدر. عاش. وتاني جزء اهو. تاني جزء ده يعتبر ايه؟ البيلود. حلو. تالت جزء ده يعتبر ايه؟ السيجنتشر. حلو قوي. طب دي احنا لما بنفكها بتبقى منظرها عامل ايه؟ في 7000 تول تقدر تفك بيها. بس دي حلو. بيقول لك الالجوريزم بص معمول بالمنظر ده. الالجوريزم اتش اس 56 مثلا، بيقول لك التايب بتاعها جي دبليو تي. بيقول لك البيلود ده اللي هو الجزء ده من اول هنا لحد هنا اهو. ده بيقول لك هو مثلا هو الاي دي مثلا بتاعه كذا، النيم بتاعه جون دي، الادمن بيقول لك ترو،